يعني هل هذا الكلام ممكن أن يكون مقبول عالميا، مقبول إسلاميا، مقبول مسيحيا، مقبول عربيا، مقبول للعالم أجمع؟ أنا هذه بس فقط يكفيني أن أوجهها لكل العالم، أقول لهم وين أنتوا؟ وين أنتوا؟ إحنا صامدين يا أخويا. تردت أحوال الزعيم الفلسطيني إلى أبعد الحدود. My heart for this terrible attack and big crime. في تشرين الأول أكتوبر من عام 2004 أعلن أن الرئيس ياسر عرفات مصاب بالإنفلونزا. ساءت حالته الصحية وعاده أطباء عرب وأعلنوا أنه بحاجة إلى رعاية صحية خارج الأراضي الفلسطينية. فجأة أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لتلقي الرئيس الفلسطيني الرعاية الطبية. حتى شكله اختلف بشكل كبير. هذه المرحلة ومرحلة نقله إلى فرنسا بطائرة هليكوبتر أردنية نقلته من رام الله إلى عمان، ومن ثم طائرة نقلته إلى فرنسا، هذه ربما كانت الأكثر حزنا لدى الفلسطينيين، لأن كثيرين شعروا بأن هذا الرجل قد قضي عليه وأنه مسافر ولن يعود حيا. غادر ياسر عرفات أرض فلسطين التي أمضى معظم حياته وهو يسعى للعودة إليها. غادر إلى مستشفى عسكري في باريس محمولا من قبل مساعديه، بعدما كان قد عاد قبل 10 سنوات محمولا على الأكتاف. أسلم عرفات الروح في باريس إثر مرضه الغامض، وقيل إنه سمم. أعد له وداع رسمي في باريس وأيضا في مصر. إلى فلسطين عاد ياسر عرفات، عاد محمولا على الأكف. أوصى بدفنه في القدس، فجيء ببعض من ترابها إليه في رام الله ريثما يتمكن الفلسطينيون من تنفيذ وصيته.